السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلى على النبي حبايبي، عشان بالصلاة على النبي بتطمئن قلوبنا. وحشتوني. النهاردة يا حبايبي قصتنا هتبدأ بقصة بنوتة متجوزة لها 9 سنين. 9 سنين جواز. صلى على النبي حبايبي، صلى على النبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. ويا ريت فضل وليس أمر تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة، عشان القناة الصغيرة تكبر بيكم. قصتنا النهاردة يا حبايبي عن بنوتة متجوزة لها 9 سنين. هو مش قريبها. هي بتقول عمها اللي كان مرشحهولها، يعني تقدم لها وما كانش موافقة عليه وكده، وعمها شكر لها فيه، ده كويس ابن ناس من عيلة، الكلام ده. وعلى فكرة هو أكبر منها ب13 سنة. يعني هي البنت لما اتجوزت كان عندها حوالي 19، وهو كان عنده بتقول حوالي بتاع 33 سنة، 33 32، حاجة في يعني السن ده. والسن مش مشكلة، معروف ان البنت تبقى صغيرة والراجل يعني اكبر، مادام هي مرتاحة وموافقة وحصل نصيب خلاص. لكن يا ولاد القصة مش هنا. القصة ان هو بعد 9 سنين اكتشفت ان هو بيسجل لها مكالمات مع مين بقى؟ وهي بتكلم مامتها، وهي بتكلم اختها، ما شاء الله 5 بنات وولد. وهي بتكلم مامتها وبتكلم اختها، الكبيرة، اختها الصغيرة، اختها اللي اكبر منها، اختها اللي اصغر منها كده. بعد 9 سنين، 9 سنين تسجيلات، تكتشف بعد 9 سنين ان هو بيسجل لها. يعني شيء بشع انك تبقى عايشة مع جوزك وعارفة ان هو بيسجل لك. مش بيسجل لك، يعني فيه ناس كتير بتعمل كده وفيه رجالة كتير بتعمل كده، بس لما يكون يعني للأسف حد شاكك مثلا في مراته أو في الكلام ده. لكن دي واحدة بتكلم مامتها، بتكلم أختها، بتكلم أخوها، يعني مش بتكلم حد لا قدر الله كده ولا كده يعني. المهم البنوتة يا ولاد عشان ما اطولش عليكم، بتقولي ان هو يعني في بداية الجواز حصلت مشاكل كتير. دي معروفة، مشاكل بتحصل في بداية الجواز، يعني بيكونوا الاتنين لسه مفهموش بعض كويس، ما عرفتش طبعه، ما عرفش طبعها. ونخلي بالنا من فرق السن برضو، 13 سنة دي مش حاجة قليلة برضو. هي عندها 19 سنة أو 20 سنة، يعني مش هقول طفلة بس عيلة. عيلة برضو لسه مش فاهمة الدنيا رايحة فين ولا جاية منين ولا الكلام ده. هو ما شاء الله يعني يدرك الدنيا عنها بكتير، 13 سنة. يعني بقول لك أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. شوف ده بقى 13 سنة، ما شاء الله. هي بتقول عليه شاب وسيم، طول بعرض. وهي جسمها بتقول انا جسمي يعني على قد وكده، كان بيضربني وكان بيغمى عليا وكان ياخدني يجري بيا على المستشفى، على اي دكتور في اي عياده، الكلام ده، علق لي محاليل مش عارفه ايه. دكتور يسأل مالها، دخت وقعت من على السلم، اصلها ضعيف، اصلها ما بتاكلش كده، اصلها كانت حامل وسقطت، اصلها في بدايه حملها، اصلها مش عارفه ايه. المهم ان اي حجه وخلاص، اي حجه. وانا طبعا ببقى سامعه الكلام اللي هو بيقوله للدكتور، مش بيقوله من ورايا. بس هقول ايه؟ اكيد طبعا بقول للدكتور هو ده اللي حصل. اصل هقول له ايه؟ اقول له ضربني، اغمى عليا، ضربني ما حسيتش بحاجه، ضربني ما دخت ما لقيتش نفسي. اكيد طبعا اي حاجه بيقولها هقول امين. ده طبعا هي اللي بتقول الكلام ده. المهم البنت بتقول قعدنا حوالي 3 سنين في مشاكل، وكل مشكله اروح اقعد عند بيت اهلي، عند مامتي، اقعد بالشهرين بالتلاتة. وكان محرمني ان انا اروح عند مامتي، مع ان بيني وبين ماما يعني اقل من 10 دقايق. يعني احنا يعني انا ساكنة في نفس المنطقة اللي امي ساكنة فيها،
بيني وبينها حوالي 3 شوارع، يعني 3 شوارع ما ياخدوش 7 دقايق أو 10 دقايق. كان محرمني أروح عندها إلا كل 20 يوم أو كل شهر، وأروح أقعد اللي هي الساعة وأمشي. طب وأروح عند مامتي، يعني انت شوف انت رايح فين، هتروح عند مامتك، هتروح على تقعد مع اصحابك على القهوة، هتروح هنا هتروح هنا، سيبني اقعد انا مع مامتي. طيب يعني يقول لي لا مفيش الكلام ده. طب تتكلموا في ايه؟ تتكلموا عليا؟ تتكلموا تقول اتكلم عليك ليه؟ يقول لها اه عشان تحكي بقى ده حصل وحصل. تقول له لا طبعا مش هحكي الكلام ده، لان ماما لو عرفت كده هتتعب وهتزعل منك، فانا مش هحكي لها اقول لها على اي حاجة. طب عايزة تروحي لوحدك ليه؟ تقول له عشان اقعد معاهم مدة اطول. يقول لها مفيش حاجة اسمها مدة اطول، احنا هنروح مع بعض وهنمشي مع بعض. بتقول طبعا كل ما بروح كانت بتبقى ماما عامله اكل، طبعا بتبقى عارفه ان انا بقى رايحه لها، خلاص الميعاد بتاعي جه بقى بعد 20 يوم او بعد شهر. لما بيحن عليا، يعني لو حن عليا قوي وبقى كريم، يوديني كل 20 يوم، كل 25 يوم. عند معايا هي كل شهر، وممكن كل شهر ونص كمان. يقول لي مش فاضي، عندي شغل الصبح مش عارفه ايه. مع ان انا طول الوقت، نسيت اقول لكم، ده هي كمان اللي نسيت تقول لي، بتقول لي انا نسيت اقول لك، انا طول الوقت من بعد جوازي بشهر او اقل من شهر كنت يعني والله يا بنات بالحرف قالت لي بعد جوازي ب10 ايام انا كنت عند مامته. كنت عند مامته لان هو كان بيروح الشغل بتاعه، بيقوم الساعة 7 او 6:30، بينزل من البيت على الساعة 7 7:30. بتقول لي اخوه الصغير، بتقول لي عيل عنده حوالي 14 13 سنة، كان بيروح ياخدها من بيتها يوديها عند مامته. يعني الولد اخو جوزها كان بيروح ياخدها عشان تروح عند حماتها، تروح تقعد مع حماتها من الساعة 8. بتقول لي اقسم لكم بالله، بتقول لي بروح على الساعة 11 11 ونص، تقول لي بروح على النوم. بتقول لي اروح بقى من تنظيف، ده وهي لسه عروسة يا ولاد، خلي بالكم، ده وهي لسه عروسة. يعني هو كان واخد اجازة الجواز او اجازة الفرح اللي هو بنقول على شهر العسل، واخده هو اسبوع. خلص الاسبوع بقت عند مامته، وهي ما كانش تعرف الكلام ده. طبعا الكلام ده لما قعد رايح الشغل، خلاص بقى ان هو الصبح رايح الشغل والكلام ده، قال لها خلي بالك اخويا هيجي ياخدك، تروحي معاه، يجي ياخدك الساعة 8 الصبح، هتروحي معاه وانا هعدي عليكي وانا راجع من الشغل ونرجع مع بعض. طبعا هي كانت فاكرة بقى هيرجع بقى على الساعة 4 العصر، الساعة 5 6 الكلام ده، وهيروحوا طبعا بيتهم. لا مفيش، يعني قالت مثلا حتى لو هنتغدى عند حماته ولا حاجة، بقيت الوقت ايه قاعدين مع بعض، لان 5 6 بقى 4 الكلام ده خلاص ميعاد غدا. قالت هنتغدى مع حماته والكلام ده. هو حماها متوفي، يعني حماتها ومعاها اخو جوزها اللي هو الصغير ده، ومعاها واحد تاني اخو جوزها ده خاطب، ده خاطب بس لسه ايه ما كانش دخل ساعتها. المهم يا ولاد عشان ما اطولش عليكم برضو، قالت ان هي كانت بتروح من الساعه 8 بروح على الساعه 11 ونص 12. قالت لي من تنظيف لاكل الغسيل مش عارفه لايه. بتقول له حماتي بقى زي ما اكون ما صدقت معاها واحده بقى ايه بصحتها. هي بتقول لي انا ما فيش صحه ولا في حاجه، بتقول لي انا ضعيفه جدا، بس هي مالها بقى، هي شايفة قدامها واحدة بقى رشيقة، متعرفش بقى ان كانت ضعيفة ولا مش ضعيفة. شايفة واحدة قدامها بقى ايه يعني بنوتة بقى تهد الدنيا وتبنيها من تاني. قالت لي بقى كل يوم شيل وحط سجاجيد وتنظيف ومش عارفه ايه. لما اقول لها يا حماتي ده احنا لسه عاملينها امبارح ولا اول امبارح، تقول لي لا 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 انا بحب النظافه، انا بحب النظافه، عايزين ننظف. تقول له تجيب الخرطوم وتغرق الارض ونمسح وغسيل السجاجيد وغسيل مش عارفه ايه. بتقول لي حتى شقه ابنها اللي هو الولد اللي خاطب، بتقول لي كانت بتخليني اغسل الحيطان. هي اصلا الحيطان ما فيهاش حاجه، بتقول لي يعني الارض لسه آه بالسلفتة، يعني ما اتبلطتش كمان. تقول لي كانت بتخليني اغسل الحيطان الطوب الاحمر بالخرطوم، تقول لي عشان ما تلمش تراب. يعني في جبروت اكتر من كده. تقول لي بقى من بعد جوازي بشهرين بقى بدأنا بقى غسيل الحيطان وغسيل مش عارفه ايه، لكن غسيل بقى السجاجيد وتلميع الارض والكلام ده كله بقى وشغل البيت والكلام ده طبعا بدأ من اول يوم راحته. هي قالت لي اول يوم طبعا رحت فيه
الواد راح خدها، قالت لي ده ما عملش فيه حاجه. حماتها طبعا جهزت الاكل ومش عارفه ايه. بدأ الكلام ده من تاني يوم بقى. يعني من تاني يوم بقى اللي هو بقى هي تخش تعمل الاكل بقى، تعمل الغدا، تعمل العشاء، الكلام ده. وبقت كل يوم ايه على القصه دي، ان هو الواد خلاص بقى اوتوماتيك كده. تقوم تجهز نفسها، تاخد معاها إن كان حاجه بتلبسها هناك ولا حاجه، وخلاص. اتعودت الواد كل يوم الصغير يروح ياخدها من الساعة 8، تروح بيتها على 12 11 ونص هي وجوزها. يوم تاني يوم بتقول لي ما بنروح خلاص بقى، يعني احنا شوفوا صاحيين من امتى. بتقول لي ما بنقعدش بقى مع بعض، اللي هو خلاص بنروح على النوم على طول. نصبح تاني يوم نفس الحكاية. بتقول لي قعدنا على كده لحد ما خلفت أول عيل. لحد ما خلفت، هي معاها ما شاء الله بنتين، بتقول لي لحد ما خلفت أول بنوتين، أول بنوتة. قالت لي بقيت على الحال ده حتى وانا حامل. قالت لي حتى وانا حامل. بدأت حماتي بقى بتقول لي حملت من بعد ما شاء الله من بعد جوازها بشهرين. وتقول لي بدأت حماتها بقى من بعد جوازها بقى حوالي بشهر ونص كده، اللي هو بقى غسيل الحيطان عشان الحيطان ما تلمش تراب، والحيطان مش عارفه ايه تبقى نظيفه، مش عارفه ايه اللي هو الكلام ده. مع طبعا شغل بيت هدت حيل. يعني كانت بتقول لي انا كنت بروح بصي، بتقول لي انا مش عايزه اكل. يعني انا كنت وانا هناك كده بتقول لي انا لو عليا انا مش عايزه اكل، انا عايزه انام. عايزه انام بس عايزه افرد جسمي. ومع انه بتقول بقى كانت داخله على، طبعا عارفين كلنا شهور الوحم والحمل والكلام ده بتبقى في اولها صعب. عايزه تنام، بتقول لي ما بعرفش انام، بتقول لي عايزه انام مش عارفه انام والكلام ده. برضه يا بنات عشان ما اطولش عليكم، بتقول لي بقى اكتشفت، بدأت مشاكل بقى. يعني نسيت احكي لكم. يعني بدأت مشاكل بقى اللي هو عايزه اروح عند امي. لا مفيش مروح عند امك. طب انا عند امي كل اسبوعين. لا هو كل 20 يوم، كل 25، كل شهر، الكلام ده. طب ما انا بروح عند مامتك. اه امي تروح عندها؟ ده امي انت عبيطه؟ امي تروح عند امي. تقول له طب ما انا كمان اروح عند امي حتى لو مره في، يعني كل اسبوعين، يعني اروح في الشهر مرتين. لا انت بتتكلمي ازاي؟ خلاص انت اتجوزت، ما فيش حاجه اسمها امك وابوك والكلام ده. انت مع جوزك. طب ماشي، ما انا مع جوزي، ما انا زي ما بروح عند مامتك كده اروح كمان مع مامتي كده، مع اخواتي وحشوني، امي وحشتني. بتقول لي وامها ما كانوش بتروح كتير بقى، ولا اخواتها البنات ما شاء الله 5 بنات. قالت لي ما كانوش. بتقول لي مع ان البيت كان جنب، يعني البيوت جنب بعض. بتقول لي بس ابوها وامها كان اللي هو ايه، لا ما ينفعش ان احنا نروح نضايق جوز اختنا هو قاعد، ما ينفعش ان احنا كل شويه نروح هناك. لا جوز اختنا بقى قاعد مع اختنا والكلام دوت. طبعا ما كانوش لسه عرفوا حاجه ايه في بدايه الجواز، ان هي كل يوم عند حماتها والكلام ده، وما كانش معاها تليفون، كان واخد منها التليفون بتاعها. يعني بتقول لي كان معايا تليفون بزراير وخده، خد منها التليفون. عشان تكونوا عارفين من اول اسبوع جواز خد منها التليفون. قال لها لما تحب تكلمي اهلك كلموهم من عندي وانا قاعد. ده ايه ده في اول الجواز. خلاص يا اولاد جابت اول بنت. ومن قبل ما تجيب البنت الاولانيه طبعا في مشاكل ومش عارفه ايه، وغضبت كذا مره وهي حامل، وكان بيضربها وكان مش عارفه ايه. والبنت كانت مره تقول لامها ومره ما تقولش، مره تشتكي ومره ما تشتكيش. ما هو قاعد معاها، ما هو المشكله ان هو بيبقى اصلا بيبقى رايح قاعد معاها، ما بيتحركش من جنبها. يعني ولا بيروح على قهوة. هي بتقول بيروح يقعد على قهاوي، وعنده أخوه، وعنده أخ تقريبا أو اتنين في البيت. قالت لي ما بيروحش يقعد مع حد ولا أصحاب ولا الكلام ده. هو قاعد مع أمها، يعني بصوا حارسها، اللي هو إيه ما تتحركش. ما كان من ساعة ما بتروح، بتقول لي من ساعة ما بروح ورجلي تخش جوه بيت أمي، وتقول لي من ساعة ما بروح وبقعد مكاني ما كنتش بقوم أو أخش الحمام أو أغسل إيدي من بعد ما أكلت. تقول لي ما بتحركش، ولا انفرد بأمي ولا بواحدة من اخواتي ولا اي حد، ولا الكلام ده. بدأت يا ولاد بتقول لي قعدنا كده في مشاكل حوالي بتاع سنتين 3، وما جابلهاش برضه تليفون. جاب لها التليفون بعد كده، بتقول لي بعد كده جاب لي تليفون، اللي هو ايه تليفون بزراير تقريبا، تليفون بزراير. جاب لها التليفون بس ايه اللي هو بقى ايه استقبلي. يعني امك بتكلمك بقى استقبلي بقى ليه ايه، حتى لو عايزه تقول حاجه لامها، ما لا امك بقى ترن عليكي بقى في اي وقت ايه اللي هي تستقبل مكالمه من امها ومكالمه من اختها الكلام ده. لكن ما كانش بيشحلها، وما كانش بتخرج، ما كانش بيخرجها من البيت.
اللي هو ايه، باذنه، ولهبت اهله هناك كتير في المنطقه اللي هم عايشين فيها. كانت بتخاف تخرج تروح كده او كده حد يقول له مثلا مراتك كانت بره بتجيب حاجه الكلام دوت، اخوه يشوفها عنده، قلنا زي ما قلنا ليه 2 اخوات، اخواته يشوفوه ولا الكلام ده ويعرفوه ولا حاجه. كانت بتقلق من الحته دي اللي هو ايه، يقول لها كنت فين وجيت منين وكده، وتحصل ايه مشاكل، فكانت بتتلاشى المشاكل. اكتشفت بعد كده بعد 9 سنين انها من يوم ما اتجوزت، من بعد ما حصلت اول مشكلة، كانت هو زي ما قلنا ما بتشحنش، بتتكلم من عند جوزها، عايزة اتكلمي، اداها التليفون بقى. طب انا خارج بقى شوية مع اصحابي على القهوة، يعني انت حبيبتي عايزة تكلمي ماما، خدي حبيبتي التليفون اهو، انا خارج شوية بقى رايحة اشوف امي انا كمان. امي كانت تعبانة، ام اخويا كان لسه كاشف لها من كام يوم، مش عارفة ايه، رايح عند اختي، طب انا خارج شويه مع اصحابي وانت براحتك. وبيسيب لها التليفون بالساعتين والتلاته، بيخرج بقى خلاص، بيخرج بقى وبيعيش حياته بره. ده الكلام ده بيبقى يوم اجازته، يوم الاجازه بتاعته، او لما يحن عليها مثلا ويجي بدري من الشغل بتاعه، ما يكونش واخد اضافه والكلام ده، ويجي في ميعاد الشغل مثلا على 4 ولا حاجه، ويقول لها بلاش تروح عند امه النهارده، واقعدي جهزي لنا غدا في البيت ولا حاجه، لا بقى يتغدى والكلام ده، وبرضه يسيب لها التليفون. والبنت تتكلم مع امها، اذا كانت بقى حاجه مضايقاها بتقول لامها عليها، حاجه مزعلاها من حماتها بتفضفض لها برضو، بتقول لامها، بتشتكي لامها الكلام ده. بتقول لي اكتشفت ان هو ليه 9 سنين بيسجل لي وانا بكلم امي وبكلم اختي وبقول، بتقول لي بتقول لي بشتكي زي ما اي واحده بتشتكي. بتقول لي ببقى مخنوقة وبحكي لأمي، أقول لها حصل معايا كذا وحصل معايا كذا والكلام ده. بتقولي ما عرفتش غير بعد كده لما حصلت مشكلة، وبيقول لي بقى روحي عرفي أمك وعرفي أهلك والكلام ده. قلت له لا أنا ما بقولش لأهلي حاجة، أقول لهم ليه، شايل لهم الهم ليه؟ لقيت إن هو مسجل لي كل حاجة، كل حاجة مسجلها لي، جاب لي من أول فيديو، من أول مكالمة ليا مع أمي. قلت له ما اتكلمتش مع أمي، اتكلم مع مين؟ ما اشتكيتش الام، اشتكي لمين؟ ما اتكلمتش مع اختي، اتكلم مين؟ انا ما بقتش عارفه اكلمها اقول لها ايه، انا مش عارفه. بقول لكل زوج ولكل راجل ده، اتجوزت خلاص وبدأت بقت مراتك وكل حاجه ولك حكم عليها والكلام ده، لكن ما تخنقهاش. يعني انت خايف تتكلم عليك وعند اهلها، خايف تتكلم عليك مع عند امها ولا عند اختها، ولا تشتكي لابوها ولا لاخوها. طب ما تعملها كويس، اعملها كويس. هو انت واخدها جارية؟ يعني انت واخدها تخنقها؟ يعني انت خايف من الكلام انها تتكلم مع امها ولا مع اختها ولا ده ولا ده؟ طب ما تعملها بالحسنى، اعملها بما يرضي الله وبتسجل لها. طب انت بالذمة بالله عليك يا جوزها يا اللي بتسجل لها، ترضى ان اختك، واللي انا اعرفه ان هو ليه 3 اخوات بنات، 2 متجوزين تقريبا والتانية مطلقة حاجة زي كده، ترضى ان اخت من اخواتك جوزها يسجل لها، يقعد حتى يسجل لها 2 3 مش 9 سنين، وتكتشف بالصدفة ان هو بيسجل لها 2 3 بس؟ انت شعورك هيبقى ايه؟ احساسك هيبقى ايه؟ طب بالله عليك يا اخي، لو جت اختك وقالت لك الحق يا اخويا ده انا طلع جوزي بيسجل لي، هتقول لها بيسجل لك ايه؟ يعني ايه بيسجل لك؟ بيسجل لك ليه؟ بيسجل لك عشان ايه؟ هتقول له ده بيسجل لي. طبعا انا بتكلم على الزوج، بقول له لو اختك وجات لك قالت لك يا اخويا الحق ده انا لقيت جوزي بيسجل لي وانا بكلم امي او بكلم اخويا او بكلم اختي، هتزعل ولا مش هتزعل؟ اما كانش البنت تتفك مع امها وتحكي لها، بتتكلم يا اخي مع امها، ما تتكلم. خلاص انت عملت حلو عملت وحش، هتتفك بالكلام، عمر امها ما هتخرب عليها. يعني افترضنا ان انت زعقت لها شخطت فيها، بس من غير مد ايد، ومن غير شتيمة بالاب او بالام او بالاهل،
يعني انا بقول لو شخطت فيها او زعقت لها او الكلام ده، بس بعيد عن انك تمد ايدك او تشتمها بابوها او بامها او باهلها. يعني خلاص راحت قالت لمامتها ده زعق لي، ده شخط فيا عشان مش عارفه ايه. يعني هي بتقول يا ليت خلقتنا كانت بتبقى بسبب البت بتعيط، لا البت ما تعيطش. بتقول غضبت كذا مره بسبب ان البنت مثلا الاول بنت اللي هي لا عماله تعيط. طب انا تعبت من عياطها يعني، سايبه يعني تعبت بريح نفسي شويه يعني، سايبه البنت كده كده يعني بتقول لي بحطها على السرير وبسيبها. بتقول لي اللي هو باخد نفسي، البنت كده كده عماله تصرخ عايزاني اشيلها 24 ساعه. بتقول لي لدرجه ان بخش الحمام والبنت على دراعي. بتقول لي بنام والبنت على دراعي، ده لما كانت البنت صغيره. بتقول لي حصلت مشاكل كتيره قوي لما كان معاها البنتين وهم صغيرين، ان البنات بتعيط والبنات متعلقه بامها بالكلام ده. بتقول لي بعد اشتكي البنت ماما مسهراني، ولما بسيبها بيشخط فيا والكلام ده. انا بسألك دلوقتي لو اختك وجات وقالت لك جوزي بيسجل لي وانا بكلم امي ولا بكلم اخويا ولا اختي، هترد عليها وتقول لها ايه؟ هترد على اختك وتقول لها ايه؟ رد عليا وعرفني، هترد على اختك وتقول لها ايه؟ انا بقول لك اتقي الله. ما كانش البنت تشتكي لامها هتلاقي من حنان عليها غير امها. ما فيش حد في الدنيا يبقى حن على البنت من امها ولا من اختها. لما تشتكي لامها مش احسن ما تروح تشتكي لصاحبتها وتخلي صورتك زي الزفت قدام حد غريب؟ لما تشتكي لامها ولا لاختها، مش بدل ما تروح تشتكي لجارتها يكون لها جاره متصاحبه عليها ولا حاجه، ولا جاره لها كلام معاها بتاخد معاها في الكلام، حتى لو هي ما بتطلعش اسرار بيتك ممكن التانية تكون بتتكلم، يفوت بها الكيل بقى مراتك ولا حاجه وتقول لها يا اختي اسكتي، كلنا في الهم سوا يا اختي. يا اختي انت جوزك بيعمل فيك كده، تعالي شوفي، تعالي شوفي اللي بيحصل له واللي بيجرالي. ما تتفك يا عم مع امها، ما تتكلم يا عم مع امها. هو انت سجان عليها؟ ما تتكلم مع امها احسن ما تتكلم عليك مع حد غريب. اتكلمت مع امها كتير. طب انا بقول لك اهو اتكلمت مع امها كتير ومع اخواتها ومع ابوها. يا ترى امها ولا ابوها حد فيهم جه قال لك بنتي بتقول كذا كذا، بنتي بتشتكي منك، بنتي انت عملت معاها كذا، بنتي انت ضربتها، بنتي انت اهنتها، بنتي انت شتمتها، بنتي انت بتذلها؟ حد منهم الاب ولا الام ولا الاخوات جه قالك انت بتعمل مع بنتنا كذا وكذا وكذا وكذا؟ محدش راح قالك حاجه. هي بتقولي محدش كان بيقول له حاجه، بتقولي بالعكس كانت امي بتقولي يا بنت كل البيوت على كده، كل بيت فيه الحلو وفيه الوحش. هو انت فاكره الجواز ايه؟ هو انت فاكره الجواز حب وضحك وهزار وبس؟ هي العيشه يا حبيبتي كده. تقول لي ماما كانت تقعد تهديني اما كنت بعيط وانفعل. بتقول لي ماما كانت بتقعد تقول لها تعالي، كنت تعالوا شوفونا انا وابوك وكنا عاملين ايه، كانش بيعدي علينا يوم من غير خناقه. وبعدين يا بنت ما بيقولوا ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. تقول له امي كانت تقعد تضحك معايا عشان لما كانت تلاقينا عيط ولا الكلام ده. بالله عليكم بالله عليكم بوجه رساله لكل راجل، بلاش تخنق مراتك، بلاش تخنقها، سيبها تتكلم مع امها تتكلم مع اختها، ما دام بتعملها بما يرضي الله سيبها. هي عمرها ما هتطلع سر بيتك بره، عمرها ما هتروح كل يوم تقول لامها ان انا اتضربت ولا اتهزقت ولا ده ولا ده. عاملها بما يرضي الله، عاملها المعامله الحسنه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليها. وشوف انت هترضى لاختك ايه، اللي هتقبله على اختك اعمله مع مراتك. لو هترضى لاختك يتعمل فيها اللي انت عملته مع مراتك، ان جوز اختك يسجل لاختك، يبقى سجل لمراتك. واللي مش هترضاه لاختك ترضاهوش لمراتك، عشان دي بنت ناس، كلنا ولاد ناس. وربنا يهدي. بالله عليكم قولولي، انا بقتش عارفه ارد على البنت اقول لها ايه بصراحه. انا سمحت منها ومش عارفه ارد عليها اقول لها ايه. وربنا يصلح الحال للجميع يا رب. مش عارفه مش لاقيه حاجه اقولها، مش لاقيه حاجه اقولها بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالله عليكم قولوا لي في الكومنتات تعمل ايه. هي دلوقتي واقفه على طلاق، اللي انا نسيت اقول عليه، هي دلوقتي قاعده عند امها لها حوالي 3 شهور.
وبتقول ان احنا كده خلاص يعني رست للطلاق. قولوا لي البنت تعمل ايه؟ نوجه لها رسالة؟ هي بتشوفني على طول، نوجه لها رسالة نقول لها اي حاجة عشان البيت ما يتخربش؟ بيت فيه بنتين وجواز 9 سنين، يعني خراب البيوت ما برداش حد. وبالله عليكم ما تنسونش باللايك والاشتراك عشان كانت الصغيرة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.